الله الرحمن الرحيم. اليوم في هذه الوقفة حول المعتقلين السياسيين، واللي القضية أصبحت معروفة، واللي السلطة القائمة محجوجة في هذا الموضوع. احنا ما قلناش الا غالب الميكروفون ممنوع. اللي السلطة السياسية محجوجة في الموضوع، لأن احنا قلنا نحن مع تطبيق القانون على أي كان، وما ثماش واحد عنده حصانة ضد تطبيق القانون. ولكن قولوا لنا شنو التهمة بالوقائع للناس هذوما؟ خلي الرأي العام يصدر الحكم نتاعو. احنا بدينا إذا ثم وقائع يعني نصدر منها الموقف بتاعنا. ورغم أنه هيئة الدفاع المحامين وتكلموا على الملفات وش فيها اللي هي خالية من كل وقائع اللي تنجم توجه بها تهمة كبيرة كما تهمة التآمر على الدولة، لكن القضاء بمستوياته المختلفة سواء كان وزارة العدل أو رئاسة الجمهورية أو المحاكم المكلفة ما خرجتش وقالت السلطة محجوجة. واليوم الوقفة نتاعنا هذه اللي هي وقفة دورية ورمزية للتذكير بهذا الملف، لأنه اللي ما يقفش ضد الظلم اليوم راهو نهار آخر يتظلم وتنجم الناس ما تتكلمش عليه. احنا نتكلموا عليه، ولكن لابد من احترام الأصول الأخلاقية في الحياة السياسية. فهذه الوقفة هي للتذكير بهذا الملف. ولكن احنا مناش ناسين غزة الشهيدة، غزة الصامدة، غزة المقاومة، غزة التي أعادت الاعتبار لقضية فلسطين. قبل طوفان الأقصى و7 أكتوبر الصهاينة كانوا يتحدثوا بمنطق أنه يلزمنا أن نسيوا الفلسطينيين فكرة الدولة أصلا، وهذا كلام يعني المتطرف المجرم نتنياهو. ولكن طوفان الأقصى وكانوا يفكروا في تهجير الفلسطينيين، والتوا ما زالوا يتحدثوا على أنه نعملوا لهم جزيرة اصطناعية سكان غزة، وأن نشوفوا دول تستقبلهم، لأنهم لا يعرفون معنى الأوطان. والفلسطينيين وخاصة شعب غزة لقنهم درس في الوطنية. عندما الفلسطيني تموت عائلته وتتهدم داره ويقعد فوق الركام نتاع داره بخيمة وبدون خيمة في هذا البرد القارس، ويقول لهم متمسك بأرضي ولن أخرج، رغم اللي يعرف لو يقبل بالتهجير البرة باش يعطوه وضع مادي ومالي وسكني أفضل من اللي يعيشوا في غزة. فلقنوهم درس في الوطنية. اليوم فلسطين وغزة أعادت الاعتبار. كانوا يبرمجوا بعد لا عملوا التقسيم الزمني للمسجد الأقصى. شو معناها التقسيم الزمني؟ معناها ثم وقت خاص بالمسلمين ووقت خاص باليهود، يجيوا للمسجد الأقصى ويسركلوه ويمنعوا المسلمين من الدخول الفلسطينيين ويدخلوا اليهود. وبداوا باش يعملوا التقسيم المكاني، أي باش يقتطعوا أماكن من المسجد الأقصى تولي ممنوعة على الفلسطينيين وما يدخلوها كان اليهود. وبداوا يتقدموا، والاستيطان جاءت عملية الأقصى وتقول لهم هنا شعب فلسطين، وهنا المقاومة، وهنا حقوق الشعب الفلسطيني. واليوم العالم كله أصبح يتحدث عن حقوق الفلسطينيين. الشعب يريد قيد عين، ولذلك الشعب يريد لا قضاء لا قانون، شرفاء في السجون، 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 لا قضاء لا قانون، شرفاء في السجون. يا حماة الحمى هلموا بمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت ويحيا الوطن.
ولا بد للقيد أن ينكسر. حماة الحمى يا حماة الحمى، هلموا هلموا بمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء. نموت نموت ويحيا الوطن، فلا عاش في تونس من خانها، ولا عاش من ليس من جندها. نموت ونحيا على عهدها، حياة الكرام وموت العظام. حماة الحمى يا حماة الحمى، هلموا هلموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء. نموت نموت ويحيا الوطن. يسقط